بقول لك ايه يا حاجه، انا نازله. نازلة رايحة فين؟ أنا تعبان. طب ما انا عارفه ان انت تعبان، ما بنتك قاعده جوه. انا هنزل ابص على ولادي. ولادك في شغلهم يا حاج. برضو انزل ابص عليهم، دي تجاره كبيره، وانزل اشوفهم عملوا ايه وعاملين ايه. عامه انا مش هتاخر، هي ساعه زمن ولا ساعتين بالكتير وهكون عندك هنا. استنى انا هندهلك عليها. هي علا، انت يا علا؟ ايوه يا طنط خير، بتنادي عليا. انا نازله رايحه لاخواتك عشان ابص عليهم واطمن عليهم. خليكي بقى انت قاعده مع ابوكي علشان لو احتاج حاجه. بس انا كنت نازله بعد ساعه. نازله رايحه فين؟ كنت رايحه الجامعه، انا عندي محاضرات مهمه. بقول لك ايه، ما تقوليليش بقى جامعه ومش جامعه، انت تقعدي جنب ابوكي لحد ما انا ارجع. انا لازم اطمن على ولادي واشوف الدنيا ماشيه ازاي. ليه يا طنط، هو ولادك صغيرين؟ وبعدين ما هو من ساعه ما كانوا في المدارس في اعدادي وانت خرجتيهم من المدرسه عشان يمسكوا شغل بابا، يعرفوا عنه كل صغيره وكبيره. واظن دلوقتي بقى عندهم الخبره الكافيه، يعني مش محتاجينك خالص. لا يا حبيبتي براحتنا، احنا نروح املاكنا زي ما احنا عايزين، وانتي بقى تقعدي هنا. احمدي ربنا ان انا خليتك تكملي الجامعه بتاعتك دي. عامه انا هقعد عشان خاطر ابويا، مش عشان خاطر انتي عايزه تنزلي لولادك، بس برضه هتقعدي. لو في اي حاجه يا حاج كلمني. حقك عليا يا علا يا بنتي، ما تزعليش غير مني أنا. يا بابا انا تعبت، انا من ساعه ما امي توفت وانا ما شفتش يوم راحه، رغم ان انت جنبي ومعايا، بس طبعا اغلبيه الوقت مش جنبي، كنت في شغلك ليل ونهار. يا بابا انت ما بتشوفش هي بتعاملني ازاي، هي واخواتي، اخواتي اللي المفروض يبقوا سندي وظهري، كل اللي هاممهم الفلوس. خرجت ولادها من التعليم عشان خاطر يمسكوا التجاره بتاعتك ويعرفوا كل كبيره وصغيره عنك. أنا حاسس يا بنتي إن أنا هيجرالي حاجة. بعد الشر عنك يا بابا، انا من غيرك هعمل ايه؟ ساعه لما كانت عايزه تخليني ما اكملش دراستي وجامعتي، انت برضو وقفت معايا، وانا اصريت ان انا اكمل جامعتي. الحمد لله ديني في اخر سنه اهو. إن شاء الله يا بنتي تخلصي على خير. يا رب يا بابا. المهم يا علا، الدهب بتاع أمك أنت شايلاه؟ الدهب اللي كنت بجيبهولك. ايوه يا بابا، انا شايله دهب امي والدهب بتاعي كلهم في علبه واحده في الدولاب، وقافله عليهم يا بابا. خلي بالك على دهب أمك يا علا، ما تقلقش يا حبيبي، في عينيا. عشان يا بنتي لو جرالي حاجة أبقى مطمن عليكي. يا بابا بالله عليك ما تقولش كده، حضرتك لو جرالك حاجه انا هروح فين؟ ما تقوليش كده يا علا، أبوكي مش قليل، أنا عندي تجارة كبيرة، وميراثك هتاخديه يا بنتي بشرع ربنا، عشان ما أبقى ظلمت حد فيكم. ربنا يطول في عمرك يا بابا ويخليك ليا وما تحرمش منك ابدا. يا رب يا بنتي. وبعدين يا أمي هنعمل إيه؟ بابا كده تعبان قوي، بفكر ننقله في أقرب مستشفى. طب خلاص يا محمود اللي انت شايفه، ننقله الى اقرب مستشفى، بس اتصل بالدكتور بتاعه الاول، يمكن هو يبعتنا المستشفى تانية. طب خلاص ماشي، هكلم الدكتور بتاعه. الحقوني بابا ما بيردش عليا. الحق يا محمود، الحق يا مصطفى. هما خلاص يا علا خلصنا، ولا هتقعدي تقوقي كده كتير؟ ده ابويا، خلاص من النهارده بقت يتيمتي الام والاب. بقول لك ايه يا علا، عشان نبقى على نور كده من اولها، اصل انا ما بحبش اجل المواضيع، تاجيل المواضيع ده بيتعبني. مواضيع ايه اللي تتاجل؟ اولا انت مش هتكملي الجامعه بتاعتك. ايه اللي بتقوليه ده؟ يعني ايه ما كملش الجامعه بتاعتي؟ يعني زي ما سمعتي كده انت مش هتكملي الجامعه بتاعتك. بس ده انا فاضل لي شهر واحد بس على الامتحانات، شيء ما يخصنيش. انا اصلا كنت رافضه موضوع الجامعه ده من زمان، وانت عارفه كده كويس، وكويس ان انا خليتك تتعلمي السنين دي كلها. على فكره ده حقي، انا بتعلم من فلوس ابويا. لا يا حبيبتي، كنت بتتعلمي من فلوس ابوكي وهو عايش، دلوقتي ابوكي توفى، يعني انت مالكيش حاجه، وكتر خيرنا قوي ان احنا هنسيبك عايشه معانا لحد ما نجوزك. وفي حاجه تاني. هي ايه بقى التاني؟ ان انت ما تعمليش حسابك يا علا ان انت تورثي، لان البنات ما بتورث. يعني ايه البنات ما بتورث؟ انت كمان هتمنعيني ان انا اورث في ابويا؟ ابويا صاحب الخير اللي انتوا فيه ده كله؟ لا يا حبيبتي، انا ولادي من وهم صغيرين شقيانين وشغالين مع ابوكي، وشايلين الشغل كله على كتافهم، وهم السبب الاساسي في ان الشغل يكبر. الكلام ده تقوليه لحد غيري، لحد ما يعرفش ايه اللي حصل. انا ابويا طول عمره تاجر، وتاجر كبير كمان، انت مش واخداه فقير ولا واخداه معهوش عشان تقولي كده. بصي انا كلامك ده مش فارق معايا خالص، واللي في دماغنا احنا هنعمله، سواء بقى انت قبلتي او رفضتي. واللي اهم بقى من ده كله، انا عايزه علبه الذهب اللي معاكي. علبه الذهب ايه؟ علبه الذهب بتاعتك اللي في الدولاب. الفلوس دي من حقي وحق ولادي. لا، دي ولا حقك ولا حق ولادك، ده دهب امي الله يرحمها. وغير كده كمان فيها الدهب اللي ابويا كان بيجيبهولي، والدهب بتاع امي ده مش من ابويا، ده من اهلها الله يرحمها. كل حاجه في الشقه دي بتاعتي وبتاعت عيالي. وبعدين انا بستاذنك ليه؟ يلا يا محمود، يلا يا مصطفى، ادخل الاوضه ناخد الحاجه اللي احنا عايزينها. ايه ده؟ هي وصلت بيكم لكده؟ عايزين تاخدوا دهبي وذهب امي؟ عملت لكم عشان تعملوا فيا كده؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيكم، مش هسيب لكم الذهب ده ابدا. الدولاب مقفول بالمفتاح يا أمي. اكسره يا مصطفى ونزل كل اللي فيه لحد ما تلاقي علبه الذهب دي. بالله عليكي سيبي لي ذهب امي ارجوكي. يلا يا مصطفى خلص. حاضر يا أمي، ثواني. هي يا أمي. هظن خساره ان انت تبقى عندك كل الذهب ده، وانا وعيالي اولى بيه.
يعني انت اللي عايزاني اورث من ابويا وخدتي ذهبي من امي اللي هو اصلا ما يخصكيش منه حاجه لا انت ولا عيالك، وخدتي ذهبي اللي ابويا جايبه لي. اذا كنت بتتكلمي عن الميراث فميراثك ان شاء الله هجهزك بيه لما يجيلك العريس، عشان نبقى خلصنا بقى من الموضوع ده خالص. وزي ما قلت لك يا علا احمدي ربنا ان احنا هنسيبك عايشه معانا لحد ما يجيلك عريس بقى ونخلص. طب بالله عليكي سيبي لي ذهب امي. طب عايزه تاخدي ذهبي خديه، بس ذهب امي ده من ريحتها وهو غالي عليا. اللي انت عايزه تاخديه خديه بس سيبهولي. لا يا علا مش هسيب لك اي حاجه، ان طالما اي حاجه موجوده هنا في شقتي تبقى ملكي انا، وكفايه اللي انت خدتيه قوي يا علا. يلا اخرجوا وما تحاوليش تعندي معايا يا علا، والكلمه اللي اقولها عديها عشان مصلحتك انت، ومش هقول لك اكتر من كده. اعمل ايه في اللي بيحصل لي ده؟ ذنبي ايه في كل اللي جرالي ده؟ كل ده عشان امي توفت من وهي صغيره وسابتني وابويا اتجوز. بس انا كنت بحبه عشان حنين عليا، بس اكبر غلطه غلطها وخلاني بدفع ثمنها لحد دلوقتي هو جوازه من الست اللي بره دي اللي ما تعرفش ربنا ولا عندها ضمير اصلا. حسبي الله ونعم الوكيل. ايوه يا استاذ علي، بقول لك يا عم محمد، انا عايز الدفاتر كلها بتاعت اخر شهرين عشان ان شاء الله الصفقه الجديده اللي هنخشها يبقى عندي علم بكل حاجه، واشوف كمان نسبه التجار اللي هيخشوا معانا. حاضر من عينيا. الموضوع ده ياخد منك وقت قد ايه؟ 3 ساعات بالظبط هيكون كل حاجه قدامك تحت. خلاص ماشي اتفقنا. اهلا وسهلا. ايه الخطوه العزيزه دي؟ طالعين لي فوق كمان الدور التاني؟ طب نعمل ايه ما احنا مش لاقيينك، كل ما نروح لك مكان نلاقيك سبت ورحت المكان التاني، ودلوقتي لما صدقنا لقيناك قالوا لنا ان انت فوق في الدور التاني، قلنا لا مش هنستناك تنزل هنطلع لك احنا. معلش كان لازم اتابع حاجات معينه كده بنفسي. طب ايه يا علي عايزين نقعد مع بعض بقى عشان نشوف ان شاء الله الشغل اللي داخلينه. ما تقلقوش ان شاء الله خير. بقول لك يا محمود، انت ومصطفى طبعا، ايه خير عايزنا في ايه؟ انا بصراحه مش عارف الوقت مناسب ولا لا، بس انا هقول لكم خلاص. خير يا علي ما تقلقناش، وهتقولي ان انت هتخرجنا من الشراكه معاك. ايه يا محمود اللي انت بتقوله ده؟ لا مش هي ده اللي في بالي خالص. انا طالما وعدتكم ان انا هدخلكم معايا يبقى هدخلكم معايا. طب خلاص يا علي ما تقول بقى، قلقتنا بصراحه كده. انا عايز اطلب ايد اختكم. اختنا علا؟ علا انا كنت بشوفها من كام سنه كده وهي هتيجي لباباك الله يرحمه، تقريبا كانت لسه في بدايه الجامعه بتاعتها، وبعديها باباكو تعب، وانا بصراحه ما كنتش قادر اروح اكلمه وهو تعبان كده لاني كنت عارف ان الظروف مش سامحه. فانتوا ايه رايكم؟ انا عن نفسي طبعا موافق. هو احنا هنلاقي احسن منك يا علي؟ خلاص شوفوا الدنيا فيها ايه وهستنى الرد بتاعكم. بقول لك احنا موافقين، ومش شرط انتوا بس توافقوا، ما هي كمان لازم توافق، ما هي دي الاصول. ولا ايه يا مصطفى؟ احنا اول ما نرجع البيت هنقول لها على طول. خلاص ماشي. معلش انا مضطر امشي دلوقتي عشان رايح الفرع التاني عشان عندي شغل كتير قوي. لا براحتك، المكان بتاعكم طبعا، وقت ما تحبوا تمشوا امشوا. معقول يا مصطفى اللي انا سمعته ده بقى علي هيناسبنا احنا؟ انت عارف كده تبقى طاقه القدر اتفتحت لنا. احنا شغلنا كله علي هو اللي بيخلصه هو وعيلته، هم اصلا اللي ماسكين السوق. انت عارف لما يبقى احنا نسايبه ايه اللي هيحصل؟ انت هتقول لي يا محمود ده انا واقف من الصدمه مش عارف اتكلم. تخيلت وضعنا ساعتها هيكون ايه؟ ده هيكون كل حاجه في ايدينا. هي محظوظه يا علا، لو عندنا اخت من امنا كانت هي دي اللي هتبقى الضربه الجامده، بس يلا مش مشكله، اهي برضو اختنا وهنقدر نستفيد من وراها. هنقدر نستفيد، احنا هنستفيد وهنستفيد، بس يا رب هي توافق. ليه هو انت فاكر انها ممكن ترفض؟ ما انت عارف علا لو احنا قلنا لها يمين هي هتقول شمال، هتعند معانا لمجرد العند. لا ما تقلقش ان شاء الله خير، وبعدين ما تنساش امنا هي اللي هتقف معانا وجنبنا. عندك حق. خلصتي ولا لا يا علا؟ اخواتك زمانهم راجعين. حاضر قربت اخلص. انا مش عارفه ايه البطء اللي انت فيه ده، تحاولي تسرعي نفسك شويه. معلش يعني انا ممكن اسال حضرتك سؤال؟ خير يا علا في ايه؟ احنا مقتدرين جدا والحمد لله، ما نجيبش واحده تساعدنا في البيت، وليه ندخل حد غريب وانت موجوده؟ يعني انا موجوده، انا تعبت، انا ما بقتش قادره على كل ده، يعتبر انا اللي شايله البيت كله. طب خلي عليا حاجات بسيطه، ننده لاي حد يساعدنا، احنا معانا ومعانا كتير. قصدك معانا احنا مش معاكي انت يا ستي؟ ماشي انتوا معاكم، ارحمونا انا بقى. بقول لك ايه يا علا، احمدي ربنا وما تطولهاش معايا، اما تسيبينا وتمشي وساعتها بقى يبقى عندي حق ان انا اجيب حد يساعدني، لكن طول ما انت موجوده مش هجيب حد يساعدني. ايه يا امي صوتك عالي ليه كده؟ هي طول ما علا معانا في البيت صوتي هيبقى عالي. لا استني بقى، دي علا ليها عندي حته خبر هتطير منه من الفرحه. خبر ايه يا محمود؟ علا جاي لها عريس. عريس؟ ايوه يا امي، ومش اي عريس. عريس مين ويعرفني منين؟ كان بيشوفك وانت رايحه لبابا. بس انا معرفوش، انا استحاله اتجوز بالطريقه دي. بقول لك ايه يا علا، الراجل ده هو اللي ماسك الشغل بتاعنا كله، يعني من غيره احنا ما نسويش، لو عايز يقعدنا في بيتنا هيقعدنا. انا مالي بكل ده، ما تسيبوني في حالي. هو كمان جوازي هتتدخلوا فيه؟ بقول لك ايه، اصبري لما نفهم ايه الموضوع يا محمود، فهمني. عارفه علي يا امي؟ صاحب تجاره اولاد علي؟ ايوه يا امي، هي التجاره دي باسم جده وابوه من بعديه وعلي من بعديهم. مش قادر اقول لك يا امي، احنا بنقول على نفسنا اغنياء بس ما نجيش فيهم حاجه، نقطه بحر اللي عندهم، هم اللي ماسكين السوق كله. يعني لو احنا بقينا نسايبهم
مش قادره اقول لك هيسهلوا لنا الشغل ازاي. مع اني ما كنتش اتمنى العلا جوازه زي دي، بس طالما فيها مصلحتكم انا موافقه. موافقه ازاي؟ طب وانا؟ ما انت هتوافقي انت كمان، واظن دي فرصه مش هتتعوض بالنسبه لك. فكري يا علا، فكري وردي علينا. هو قال ان لازم انت تبقي موافقه. والله انا شايفه ان الموضوع مش محتاج تفكير. وبقول لك ايه يا محمود، اما بقى هو مقتدر قوي كده خلاص يجهز من كله. انا ما اقدرش اقول له كده يا امي، بس هو اكيد هيقول لي كده انه مش محتاج اصلا جهازنا. ان شاء الله هيقول لك كده وياخدها بشنطه هدومها. انا مش عارفه اقول لكم ايه. فكري يا علا عشان ما ترجعيش تندم. احنا هنستنى ردك. بالراحه عليها يا امي عشان ما تعنتش، احنا اللي محتاجينها الوقت مش هي اللي محتاجانا. علي ده هينقلنا في حته تانية خالص، يرفعنا معاه، هيفضلنا على اي تاجر تاني من اللي معانا. ماشي يا محمود. في اللحظه دي اتمنيت ان انا كنت اخلي بنت، عشان ما كنتش اتمنى العلا انها تتجوز الجوازه الجميله دي، بس يلا يمكن بعد كده يطلع عينيها وهو محدش عارف حاجه. هي يا امي، انت فين يا امي؟ يا محمود خير في ايه؟ لا ده خير وخير كبير قوي كمان. في ايه يا ابني؟ ما تقلقنيش. شفت يا علي يا امي؟ ايه اللي حصل له؟ حصل لنا احنا كل خير. علي قال لي انا اللي هجهز كل حاجه، وعايز علا بشنطه هدومها. لا بجد يا محمود؟ والله يا امي زي ما بحكي لك كده، ده غير كمان ما هيدينا مهر، ومش قادره اقول لك بقى دافع مهر قد ايه. طب اقعد ساكت بقى خالص، ولا كأن حد يعرف حاجه من الحاجات دي، وما تقولش قدامها، وانا هبقى اجيب لها حاجات بسيطه كده وتشوف الهدوم اللي عندها جوه تنفعها. مش بقول لك يا امي حنا هيتعدل خالص، هو اللي في ايده الشغل وكل حاجه، ده هو الاساس بتاع عيلته كلها. يا محظوظه يا علا، لو كان ليا بنت كان ساعتها هفرح من قلبي. ودلوقتي تفرحي يا امي برضه، اهو كل الخير ده هيعم على اولادك. صح يا محمود، كلامك مظبوط. حتى المهر بتاعي هياخدوه؟ شايدوني حتى اجيب حاجات؟ انا اصلا كنت عايزه ارفض الجوازه دي، بس اي حاجه تخلصني منكم، تريحني من العيشه معاكم. اكيد اي حد هيكون احن عليا منكم. شفتش معاكم غير الاسوأ، كلتوا حقي ومش مسامحاكوا فيه. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. منكم لله، والله ما مسامحاكوا ابدا ولا عمري هسامحكم. وكمان هو اللي هيجهزني، ولو ما كانش ابويا معاه فلوس كنتوا عملتوا فيا ايه؟ طب ادوني ورثي، ادوني ورثي اللي اعمل بيه كل حاجه انا عايزاها، وما اطلعش صغيره قدام جوزي. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. مالك يا علا؟ اتكلمي معايا، انا ملاحظ ان احنا من ساعه ما اتجوزنا وانت قاعده ساكته. لا والله يا علي عادي مفيش حاجه. طب ما تحاولي تصاحبيني كده يا علا وتتكلمي معايا، مش يمكن تلاقي عندي كلام يريحك. ممكن اسالك سؤال بس واحد يا علي؟ قولي يا علا. اشمعنى انا اللي قررتي تتجوزني؟ وعرفتني ازاي؟ انا هقولك يا علا، لما والدتك الله يرحمها توفت، انا وانت طبعا كنا لسه صغيرين، ساعتها كان ابويا بياخدني معاه نقعد عند ابوكي، وباباكي حكى له على كل حاجه قدامي، وحتى يا علا لما فكر انه يتجوز الست اللي هو اتجوزها دي اللي هي ام مصطفى ومحمود، ها ايوه. كل ده كان قدامي، كنت حاضر كل ده. بس انت ساعتها كنت هتبقى صغير قوي يا علي. ما انا فضلت فاكر بقى يا علا الاحداث قدامي وكل حاجه، وفجاه لقيتك كبرتي قدامي، كنت بتيجي عند باباكي، شفتك يا علا وانت بتروحي الجامعه، قلت ان شاء الله هي دي اللي هتبقى مراتي، وكنت ناوي الصراحه اجي اخطبك، وباباكي كان لسه عايش بس للاسف تعب، وانا اتكسفت اجي في الفتره دي، وانت ما كنتش عايزه تتجوزيني يا علا. لا والله مش قصدي، بس انا معرفكش، مش قادره اقول لك على المعامله اللي هم كانوا بيعاملوها لي. انا هقعد معاكي واسمع منك كل اللي انت عايزاه يا علا، بس انزل اروح مشوار واجيلك على طول. مشوار ايه يا علي؟ ده احنا لسه متجوزين من ايام. معلش يا علا، اروح مشوار واجيلك بسرعه، وهاجي نتكلم زي ما انت عايزه، مش عايزه حاجه اجيبها لك وانا جاي. لا يا علي متشكره قوي. ضحكتك حلوه قوي يا علا، ربنا يقدرني وخلي الابتسامه على وشك على طول. مع السلامه. الله يسلمك يا علي. ايه ده؟ هو معقوله؟ هي يعني علي ده هيكون عوض ربنا ليا؟ هو ايه الاحترام والادب اللي هو بيكلمني بيها دي؟ وايه المعامله اللي هو بيعاملهاني دي؟ ما تخيلتش كده ابدا. يا رب يفضل معايا كده على طول. يا علا يا علا. ها ايوه يا علي. ايه الشنطه دي يا علي؟ انت مسافر ولا ايه؟ لا مسافر ايه، انا نزلت اشتريت لك شويه حاجات يا علا. حاجات؟ حاجات ايه؟ شويه هدوم ولبس عشان لاحظت ان انت ما عندكيش كتير. انا اسفه يا علي. لا اسف على ايه؟ على فكره انا عرفت ان انت دافع لهم مهر، بس والله ما جهزونيش منه، ما رضوش يدوني اي حاجه. ايه اللي انت بتقوليه ده يا علا؟ زي ما بقول لك كده. احكي لي يا علا، في ايه بالظبط؟ انا هقول لك يا علي، انا من ساعه ما امي توفت وابويا اتجوز الست دي، هي واخده كل حاجه لاولادها، ده زائد كمان ان هي كانت مشغلاني طبعا عندها، وتعبت قوي يا علي عشان اعرف اكمل دراستي، انها طبعا خرجت ولادها من اعدادي عشان يمسكوا الشغل مع بابا، عشان يعرفوا كل كبيره وصغيره عنه. فعلا يا علا، هما جم الشغل عند باباكي وهم صغيرين قوي. ايوه يا علي. كملي يا علا. وبعد ما بابا توفى الله يرحمه خدوا ورثي وما رضوش يدوني حاجه، قالوا لي البنات ما بتورث. البنات ما بتورث؟ هما طلعوا دين جديد ولا ايه؟
زي ما بقول لك كده، ويا ريتهم اكتفوا بكده كمان. كنت وارثه دهب امي الله يرحمها، زائد الدهب اللي بابا كان بيجيبه لي عشان كان بيحبني قوي. كل ده ودخلوا اوضتي وراحوا واخدينه. اتحايلت عليها انها تسيب لي حتى دهب امي علشان من ريحتها رضيوش، وقالوا لي كفايه ان احنا هنجهزك. وسمعت محمود وهو بيقول لها ان انت اديتهم مهر، وقالت له خلاص اسكت، احنا اللي هناخد المهر ده. وبرضه ما ادونيش حاجه. كل ده يا علا؟ ايوه يا علي، لدرجه ان انا لما هم قالوا لي عليك ما كنتش عارفه افكر. كنت فاكره ان هم مختارين لواحد زيهم. ما كنتش اعرف ان انت كده يا علي، ولا بالحنيه دي، الحنيه اللي انا اتحرمت منها لقيتك انت جاي تدهني دلوقتي. ولا يهمك اي حاجه يا علا، انا هعوضك عن كل حاجه ان شاء الله. انا عايزه اطلب منك طلب واحد بس يا علي. اموريني يا علا. انا عايزه حقي منهم، عايزه حق سنين التعب والشقه اللي انا شقيتها معاهم، الخدمه اللي انا خدمتها لهم بالعافيه، وحتى الجامعه بتاعتي يا علي خلوني اسيبها. انا خلاص كان فاضل لي شهر على الامتحانات وخلوني ما كملتش. ما تقلقيش يا علا، انا ظهرك وسندك من النهارده. ربنا يقدرني ويسعدك يا علا، وعوضك عن كل اللي انت شفتيه في حياتك. يا رب يا علي. ايه يا علا يا حبيبتي، مش عايزه حاجه قبل ما انزل؟ لا يا علي، ربنا يخليك ليا. خلي بالك على نفسك وعن نونا اللي في بطني. حاضر، في عينيا الاتنين. عايز اعرفك ان انت اهم حاجه عندي في الدنيا. ربنا يخليك ليا. عمري ما كنت اتصور اني عوض ربنا كبير قوي كده. ولسه يا علا، ولسه هكون لك الظهر والسند، ومش كلام وخلاص، كلام بفعل يا علا. ربنا يخليك ليا، يرزقك يا رب يا علي. يلا حبيبتي، انا هكلمك في التليفون، انت لو عوزتي اي حاجه كلميني. حاضر يا علي. ربنا يخليك ليا. معقوله اقع في شخص بالاحترام والادب ده والحنيه دي كلها؟ فعلا امي وابويا كانوا راضيين عني. الو. ايه يا علا، طب اسالي على اخواتك طيب. محمود. ايوه محمود. ايه نسيتي اخواتك؟ احنا حتى متربيين سوا. ازيك يا محمود، عامل ايه؟ الحمد لله كويس. كانش العشم يعني يا علا، من ساعه ما اتجوزتي ما بتساليش علينا. معلش يا محمود، ان شاء الله هبقى اسال. انتوا ازيكم عاملين ايه؟ الحمد لله كويسين. بقول لك ايه يا علا، خير يا محمود. انا عايزاكي توصي علينا شويه. اوصي عليكم من ناحيه ايه يعني؟ من ناحيه ان احنا داخلين شغل معاه كبير قوي، يعتبر حاطين فلوسنا كلها معاه يا علا. وصي علينا احنا برضو اخواتك. حاطين فلوسكم كلها معاه؟ ايوه، داخلين صفقه تعتبر صفقه عمرنا يا علا. انا عايزك تحنني قلبه علينا. علي هو اللي ماسك النسب كلها، خليه يحطنا باعلى نسبه يا علا. ان شاء الله. مش هوصيكي بقى. ان شاء الله يا محمود. ماشي يا علا، مع السلامه. ليه يا علي كده؟ انا حكي لك عملوا معايا ايه؟ تأمن لهم يا علي؟ ده انا قايله لك دول لا، انا قايله لك عملوا معايا ايه؟ تروح تشاركهم ليه يا علي بس كده؟ هو ده العوض والسند اللي وعدتني بيه؟ هو ده حنيتك عليا؟ تحط ايدك في ايد اكتر ناس اذوني في حياتي، وكل ده عشان الشغل؟ ليه بس كده يا علي؟ انا لازم لما تيجي اتكلم معاك لازم اعرف عملتي كده ليه. ده انا بقيت احبك قوي يا علي من حنيتك عليا. عامه انا هستناك تيجي وعاتبك واشوف عملتي كده ليه. مساء الخير يا علا يا حبيبتي. مساء النور يا علي. ايه ده، مالك يا علا؟ انا واخده على خاطري منك قوي يا علي، وزعلانه منك قوي. زعلانه مني انا؟ ليه يا حبيبتي؟ انا ما اقدرش على زعلك ابدا يا علا، ده انا زعل الدنيا كلها ولا زعلك يا حبيبتي. يعني تروح يا علي تحط ايدك في ايد اخواتي بعد ما عرفت كل اللي عملوه فيا وتعمل معاهم مشروع كبير؟ عرفتي منين يا علا؟ محمود كلمني النهارده على اساس ان انا حنن قلبك عليهم واوصيك عليهم يا علي. الدنيا ضاقت بيك يا علي، مش لاقي غير دول تشتغل معاهم. انا هقول لك حاجه يا علا ومش هتنيها تاني. هقول يا علي. انا عايزك تثقي فيا يا علا، وعايزك تبقي واثقه 1,000,000% ان عمري ما هكسرك. يعني برضو مش هتفهمني حاجه؟ اصبري يا علا، اصبري يا حبيبتي، وانا هاجي اقول لك على كل حاجه، بس المره التانيه بقولها لك اهو. خليكي واثقه فيا يا علا، وتاكدي ان عمري ما هخذلك ولا اكسرك ابدا. وهتعرفي زي ما قلت لك قبل كده ان انا هكون لك السند والظهر اللي بتتمنيه، وهعوضك عن كل اللي شفتيه يا علا. ماشي يا علي، ربنا يستر وينجيك يا رب من اخواتي. ان شاء الله يا حبيبتي. يا علا، يا علا. ها علي، خير يا علي؟ إيه اللي رجعك من الشغل بدري كده؟ انت يا دوبك ماشي بقالك ساعتين. ايه اللي في ايدك دي يا علي؟ العلبه دي انا عارفاها، دي علبه الدهب بتاعت امي الله يرحمها. ايوه يا علا، العلبه دي فيها كل الذهب بتاعك وبتاع مامتك الله يرحمها، وكمان الشنطه دي يا علا فيها نصيبك من ورثك من ابوكي. ده مش بس كده، ده فيها كمان فلوس المهر اللي انا دفعته، دول بتوعك يا علا. ازاي يا علي؟ فهمني جبتهم ازاي؟ انا بقى دلوقتي يا علا اقدر اقول لك على المشروع بتاع اخواتك تقريبا حطوا نص فلوسهم معايا. انت عارفه يا علا ان انا وابويا وجدي اصل الشغلانه. ايوه يا علي، ما شاء الله. انا قلت لهم بقى عشان المشروع ده ينجح لازم ترجعوا ورث اختكم وذهبها وذهب مامتها الله يرحمها، ومش بس كده ومهرها كمان، يا اما المشروع ده كله يخسر بينا كلنا. وانتوا عارفين طبعا ان حاجه زي كده ما تفرقش معايا. ردوا وقالوا لي يا علا يعني انت هتخسر نفسك
واحنا مأمنينك ومدين لك فلوسنا. وما اكتفوش بكده يا علا، دول عملوا قعده كبيره وجمعوا كل التجار تقريبا، وانت عارفاني مركزي ايه في وسط التجار. فالناس اللي هم جايبينهم اصلا عشان يشاهدوهم ما قدروش اصلا يخالفوا كلامي، وقالوا له ان انا معايا حق في كل حاجه. وفي الاخر اتحكم يا علا زي ما انا قلت بالظبط، انك تاخدي ذهبك وذهب امك وميراثك ومهرك. وفي حاجه كمان. في ايه تاني يا علي؟ انا مش عارفه اقول لك ايه. انت دعوه امي وابويا الحلوه في الدنيا. ما كنتش اتخيل ابدا ان ربنا يوقعني في واحد زيك. ما كنتش متخيله ان حياتي تتبدل كده. اوعي تعيطي يا حبيبتي، انا عارف ان انت بتعيطي ودي دموع الفرح. وهقول لك على حاجه كمان، انا حطيت اسمك في المشروع وهتاخدي نسبه معاهم، لان ده حقك يا حبيبتي ودي فلوسك برضه. وما قدروش يعملوا اي حاجه، ووافقوا على كل اللي انا عايزه يا علا. في مفاجاه تاني كنت محضرها لك يا علا. تاني يا علي؟ ده انا مش قادره اصدق نفسي. ده انا خلاص مش قادره دموعي تسكت من كتر الفرح اللي انا فيه. انا خدت ورق الجامعه بتاعك من وراكي ورجعت الجامعه تاني يا علا. انت بتتكلم جد يا علي؟ لا ده كتير عليا. ما هو مش معقوله الدنيا تضحك لي من كل مره واحده. وليه يا علا ما تضحكلكيش؟ صبرتي على اخواتك واللي عملته فيكي مرات ابوكي، وانا عارفك وعارف اصلك كويس، وعارف ان ابوكي ما كانش راجل قليل. اتحرمتي من خير ابوكي على حياه عينه يا علا، وحرموكي من حقك بعد ما ماتوا، عشان بعد كده لما اقولك تثقي فيا وما تخافيش وانا سندك وظهرك تصدقيني يا علا. انت بقى لك عندي خبر حلو، ومش معقوله تقول لي كل الاخبار الحلوه دي ومش هقول لك حتى خبر يفرحك. خير يا علا قولي لي. انا رحت للدكتور يا علي. ازاي تروحي لوحدك؟ ورحتي امتى؟ رحت امبارح وانت في الشغل. كنت حاسه ان انا تعبانه وما رضيتش اقلقك، ولما رحت يا علي قال لي ان هو مش طفل واحد. ايه ده يا علا؟ انت حامل في توأم؟ لا يا علي، انا حامل في 3 يا علي. بسم الله ما شاء الله، الف حمد وشكر ليك يا رب. وده الخبر اللي فعلا يفرح. وفلوس الدنيا وذهب الدنيا تحت رجلك يا علا وتحت رجل ولادي، وربنا يجعلني طول العمر ظهرك وسندك يا علا. دلوقتي بقى انا هنزل واسيبك، وخلي بالك على نفسك، بس هحاول ما اتاخرش النهارده ان شاء الله. ربنا يسترها معاك، يوسع رزقك يا علي، ويحط لك سلامه في كل خطوه بتخطيها. ايه الدعوه الحلوه دي؟ ربنا يخليكي ليا يا ام ولادي. انا بعت القصه دي عشان اقول لكم ان عوض ربنا كبير قوي. ربنا عوضني بعد السنين اللي انا شفتها من مرات ابويا، بعد الخدمه اللي خدمتها له. اللي يسمع حكايتي يقول ان هي من الخيال، بس والله العظيم هو ده اللي حصل معايا. وجوزي بسم الله ما شاء الله عليه اكبر تاجر في المكان اللي هو فيه. انا طبعا ما ينفعش اذكر اكتر من كده، ووارث التجاره دي من ابوه وجده الله يرحمه. انا دلوقتي حاسه ان عندي عيله بجد، عندي زوج بيحبني، واولادي ان شاء الله جايين في السكه، وهي دي العيله اللي هتدفى فيها، يعوضوني عن السنين دي كلها اللي عشتها. وعلى فكره انا مش هكتفي بالمره دي بس، انا هخلف من علي تاني وتالت، عشان هو الراجل اللي يستاهل ان الست تخلف منه كذا مره، واجيب عيال من ريحته وشبهه، وربنا يخليهولي وما يحرمناش منه ابدا. وانا بعت القصه دي عشان اي واحده ظروفها زيي تعرف ان عوض ربنا كبير قوي، وان ربنا ممكن يغير كل حاجه في غمضه عين، وان في لحد دلوقتي ازواج محترمين وولاد اصول وفعلا بيكونوا ظهر وسند لمراتاتهم. ادعوا لي ان انا اقوم بالسلامه ويطول لي في عمره، وده اللي انا طالباه منكم. ايه يا علا الجمال ده؟ هادي القصص اللي تفتح النفس. والله العظيم ما مصدقه نفسي، انا فرحانه لك قوي قوي قوي. الحمد لله ان ربنا عوضك خير يا علا عن كل اللي شفتيه، والحمد لله ان ربنا رزقك بواحد قدر يرجع لك حقك. اكتر حاجه فرحتني هي دهب والدتك، عشان دي اكتر حاجه انت كنت زعلانه عشانها وقعدتي تترجاها كتير ان هي تسيبهولك، بس الحمد لله فعلا الحق مصيره يرجع لاصحابه، وربنا يبارك لك في جوزك ويخليهولك ويرزقكم الذريه الصالحه، خلفي مره واثنين وثلاثه منه، ويهدي سركم ان شاء الله، يبعد عنكم العين يا حبيبتي. وهسيب بقى بقيه الدعاوي الحلوه للمتابعين يدعوا لك ويكتبوا لك احلى تعليقات، وربنا يسترها عليكم يا رب. شفتوا ان لسه في امل، شفتوا ان لحد النهارده لسه في ولاد حلال. قليلين قوي بس الحمد لله موجودين، واللي بيخلينا نقابل ولاد الحلال في حياتنا هو ربنا سبحانه وتعالى، لما بيريد بس يكرم حد من عباده ويرجع الحقوق لاصحابها. خلي عندكم امل في ربنا، اوعوا تيأسوا ابدا، انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون. صدق الله العظيم. وربنا يهنيك ويسعدك يا علا. واول حاجه عايزين نصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، عشان دي الحاجه الحلوه والحسنه لا تعود لكم ان شاء الله. ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش الاشتراك في القناه واللايك الجميل وتعليقاتكم الحلوه قوي اللي بتفرحني، وبالله عليكم ما ننساش اللايك والتعليق الجميل، علشان دي الحاجه الوحيده اللي بترفع الفيديو، وبالذات اللايك يا احلى عيله، لانه بيساعد الفيديو انه يوصل لاكبر عدد من المشاهدين، علشان ان شاء الله القناه تكبر وتكبر بفضل ربنا ثم فضلكم. وفي الاخر نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.